يا مساء الفل. النهاردة معانا السبانخ باللحمة المفرومة، بجد وصفة يعني هتاكلوا صوابعكم وراها، مفيش حد دقها غير لما قال عليها تحفة. دلوقتي انا جبت بصلة وبشرتها في الكبة، او لو عندك مبشرة اعمليها. وابتديت ان انا احطها في الحلة واحط عليها معلقة زبدة او سمنة واقلب فيها كده لغاية لما تحمر معايا شوية. وابتديت ان انا احط لها التومة. في ناس بتعملها زي طشة الملوخية بعد ما تستوي خالص. لكن انا علشان ما نزودش دهون وكده، مواد دهنية، قمت انا حطيتها مع البصل. وبعد كده عصرت القوطة وابتديت ان انا اقلب فيها تسبيكه زي اي حاجه، زي اي طبيخ. دي سبانخ كانت عندي في الفريزر، انا عاملاها من السنه اللي فاتت مفرزاها. طبعا دلوقتي موسم السبانخ. لو حابين ازاي تعرفوا انا بخزنها ازاي يفضل لونها اخضر كده من السنه للسنه، اكتبوا لي في الكومنتات ونبقى نعملها مع بعض. دلوقتي انا فتحتها. وابتديت ان انا بعد ما الصلصه بتاعتي اتسبكت، انزل باللحمه المفرومه بتاعتي. عندك لحمه قطع يبقى زي الفل. ما عندكيش ممكن اللحمه المفرومه ده تقريبا كان ربع كيلو، كنت انا موضباه يعني مسوياها وحطها في الفريزر عندي لوقت الزنقات كده اعمل بيها اكل. وابتديت ان انا احطها بس تاخد غلوتين كده مع الصلصه. وابتديت ان انا افضي السبانخ بتاعتي. بصوا شايفين لونها اخضر ازاي؟ لونها حلو جدا، كانها صبحه بالظبط، كانها طازه. وابتديت ان انا هي كانت بس ماسكه شويه عشان طبعا مطلعاها من التلاجة. ابتديت ان انا اقلب فيها كده كويس. وبعد كده مع السبانخ حطي كده قد معلقة رز او حبة كده بايدك، قد معلقة كبيرة ولا حاجة كده رز تستوي برضو مع السبانخ. تعرفي منين ان السبانخ استوت ولا لأ؟ لما الرز اللي فيها يبدأ ان هو يستوي، توطي عليها النار خالص وتبهريها بقى بملح وفلفل. ولو عندك مرقة حطيلها، عندك مرقة لحمة مثلا ممكن تزوديها بيه، يعني بهاريها زي ما انت عايزة. دلوقتي بقى هنعمل جنبها رز بالشعرية. طبعا اسهل وصفة، بس في ناس كتيرة زي حالتي كده في الاول ما كنتش بعرف اسويه وكان بيتعجن مني كانت بتبقى مشكلة. دلوقتي انا حطيت حبة زيت وعليهم الشعرية خليها نفس اللون ده، تبقى ذهبي كده محمرة. وحطيت عليها كمية الرز بتاعي، عايزة تعملي بقى كوباية اتنين تلاتة ايا كان. وابتديت ان انا عملت كوبايه وربع. وابتديت ان انا اقلب كده لغايه لما احس ان الرز بتاعي اتشرب كمان من الزيت او السمنه اللي انا حطاها. واحط له بقى الملح والفلفل بتاعي وبهره. عايزه تحطي شوربه خضار حطي، اللي هي المكعبات دي، زي ما انت عايزه تبهريه زي ما انت عايزه. وبعد كده هبتدي ان انا دلوقتي انا حطيت الملح كده والفلفل زي ما انتوا شايفين. هحط الفلفل اهو دلوقتي. وبعد كده هحط المية بتاعتي. طب المية بتاعتي بتتحط على اساس ايه؟ في رز بياخد وقت في التسوية وفي رز بيستوي على طول. يعني في رز بياخد مية كتيرة وفي رز بياخد مية قليلة. طب انا اعرف منين؟ هو تحطي المية على قد ما تملى اول عقلة في صباعك كده، يعني اول عقلة في صباعك. طبعا الحاجة مش هتبقى سخنة، يعني المية دي انا مش حطاها سخنة، انا حطاها باردة. لو شوربة برضو استني لغاية لما الشوربة تبرد شوية لو هتزوديه بشوربة. وتحطي كده عقلة صباع بالظبط. يبقى ايه زي ما انا هعمل لكم دلوقتي انا حطيت المية بتاعتي وابتديت ان انا اقلب. يبقى صباعك مرفوع عن الرز، المية مرفوعة عن الرز. زي ما انا بعمل كده قد ايه؟ قد عقلة صباع واحد كده بالظبط. تبقى هي اللي عامله. وتسيبيه لغايه لما يغلي على نار مرتفع. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده تقلبيه، تديله تقليبه، وبعد كده تغطيه وتهدي عليه النار وتسيبيه بقى لغايه لما يستوي. الطريقه دي بالظبط مش هياخد معاكي 10 دقايق. شايفين مفلفل، الرزاية الحبة بحبتها مش معجن، مستوي. وكانت السبانخ استوت معايا. بصوا بجد احلى اكلة ومش مكلفة خالص. السبانخ دلوقتي في السوق. هستنى تعليقاتكم وهستنى السبسكرايب. باي باي.